عندي مناسبة مهمة جدا، وبصراحة يا جماعة نفسي ألبس عدسة سير جرين أو سير براون، لقيتها ب 800 جنيه. رحت مكلمة كنزي، قلت لها يا كنزي ابعتيلي العدسة بتاعت نانا سير براون. قالت لي العدسة عندي سعرها أقل من 170 جنيه، يعني حاجة عبيطة جدا. تخيلوا يا جماعة العدسة سعرها أقل من 170 جنيه، الرؤية فيها روعة مريحة جدا وخفيفة جدا على العين. قلت لما أجرب العدسة التانية دي بقى نانا سير جرين، يا خرابي على جمال نانا سير جرين. بتحولك كده، بتخليكي واحدة تانية. بصوا تخليكي كده ايه، قطة كده شرازي. عارفين القطط الشرازي دي اللي هي عينيها تبقى فيها كل درجات الاخضر؟ يا خراشي بصوا يا جماعة شكلي اتغير تماما، شكلي اتحول تماما تماما تماما. العدسة دي مش محتاجة معاها ميك اب اصلا، ولا حتى الروج الاحمر اللي انا حطاه ده. العدسة في منتهى الخفة، رؤية واضحة جدا، خفيفة جدا على العين، بتسمح بمرور الأكسجين. سعرها أقل من 170 جنيه. انتوا متخيلين السعر اللي أنا بقوله ده؟ أنا مش عارفة ازاي كده. بصوا الفرق بينها وبين لون عينيا، فرق رهيب. انا مش عارفه ازاي العدسه بتحولنا كده وتخلينا حلوين قوي كده قطط. تعالوا بقى اجرب العدسه بتاعت سبيس بلو، نانا سبيس بلو. هي بلو فعلا بطريقة واضحة جدا، اللون اللبني الأصلي اللي مش داخل فيه ولا ملعوب فيه أي لون تاني. لون لبني واضح جدا، مريح جدا للعين وللرؤية، بيحل الشكل قوي. وهنا بقى كنت قطة مقطقطة خالص، حاجة يعني فظيعة بجد يا جماعة. العدسة مريحة جدا، سعرها أقل من 170 جنيه، الرؤية واضحة، بتخلي الشكل في حتة تانية. شوفوا كده الثلاث أشكال، هتلاقوا كل مرة شكلي كان مختلف بجد. يعني براند نانا ده أبهرني حرفيا، ما بيهزرش. عاملة كل الألوان اللي نفسنا فيها. هسيب لكم لينك كنزي تحت في الكومنتات عشان لو عايزين تطلبوا عدسة من عدسات القمر دي.